قال لي ما بقى عندنا ما نديرو بشي زواج. وعطاني مثال ديال المؤثرين والمشهورين، على اساس انهم هما عندهم كلشي، عندهم فلوس، عندهم شهرة، السفريات، الحياة السعيدة اللي كيوريونا الى غير ذلك، ومع ذلك يتزوجوا وكيطلقوا بالزربة. وقال لي واش من بعد هاد النسب ديال الطلاق كامل اللي كاينه وهذا الشيء كامل اللي كتشوف قدامك مازال الواحد يفكر يتزوج؟ مازال الواحد يفكر يتزوج. ولا انت كنتي حاط مقياس النجاح ديال الزواج هو زواج المؤثرين والمشهورين، فكون اكيد خاصك تمشي تقيس نسبة الذكاء ديالك او لا نسبة الغباء، حيت العلاقات ديال المشاهير بيناتهم في مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت علاقة زواج او غيرها من انواع العلاقات ماشي مقياس ديال نجاح العلاقات، بل اكثر من ذلك. هاد العلاقة ديال الزواج ما بين المشهورين والمؤثرين ما كتحمل حتى قيمة من قيم هاد الميثاق الغليظ. تخيل معايا انت في علاقة زواج مع واحد الشخص اللي من المفروض يكون اساسها الاحترام والتقدير، تنوض تحولها المحتوى باش الناس يتفرجوا فيه. علاقة اللي من المفروض انها تكون مقدسة كتحول لمجرد ترفيه وتسلية للناس. وبطبيعة الحال ماشي كلهم كيتفرجوا بالنية زوينة، كاين اللي كيتفرج فيك وباغي يعيش بحالك، وكاين اللي حاسدك على داكشي اللي كتعيش، وكاين اللي مطلع عليك بالضحك والساركازم، وكاين وكاين وكاين. واش كاين شي حاجة ارخص من هذا الشيء؟ كتحول واحد العلاقة مقدسة ميثاق غليظ لعلاقة رخيصة لا قيمة لها. واذا كنتي فاهم مزيان وواعي ومدرك لحقيقة الزواج، فراه غادي تعرف ان اي زواج بهذا الشكل النهاية ديالو باينة، اللي هي الطلاق. علاش؟ حيت هذا الزواج الاستمرار ديالو كيعتمد بشكل اساسي على وجود احداث. هاد الاحداث اللي غنبقاو نصوروها كل مره ونحطوها للناس يتفرجوا فيها، بداية من الحدث الأول ديال التعارف، أجي نصورو كيفاش تعرفنا، أجي نصورو كي داز الخطبة، أجي نصورو كي داز العرس الأسطوري، أجي نصورو النهار الأول مورا العرس، أجي تشوفو كي داز شهر العسل، أجي تشوفو دارنا جديدة، أجي تشوفو عرضوا علينا نسابنا، أجي تشوفو مراتي حاملة، أجي تشوفو الكشف عن جنس الجنين، الى غير ذلك من الاحداث اللي كلها كتصور وكتحط الناس يتفرجوا فيها. ملي كيساليو الاحداث وما كيبقى ميتصور، كتبدا الحياه الواقعيه، كيصطدموا بالواقع، ما كيقدروش يكملوا في هذاك الملل من بعد ما ولفوا لومبيونس والاحداث المشوقه و الى غير ذلك. اشنو الحل؟ نتفارقوا. في النهايه كيكتشف انه خلال ديك الفتره كامله اللي كان مزوج ما عاش هذيك الحياه الزوجيه، واغلب اللحظات اللي كان خصها تعاش كانت غير كتصور وكتلح الناس يتفرجوا فيها. وبالتالي كيكونوا قدامه فقط جوج ديال الحلول: يا اما يوقف التصوير ويحاول يستمتع بالحياه اللي بقات ليه، ولكن هذا الشيء غادي يخليه يخسر الشهره والمتابعين والفلوس، او لا الحل الثاني واللي كيجيه اسهل، يسالي ديك العلاقه ويبدا علاقه واحده جديده ويدير نفس الغلط ويعاود يبقى يصور الاحداث ديال هذيك العلاقه الزوجيه ويبقى يبارطاجيها. اللي خص الواحد يفهم هو ان العلاقات بشكل عام وعلاقات الزواج بشكل خاص ماشي هي دوك العلاقات الورديه اللي كنشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي. واذا كنتي كتعتقد انك غادي تتزوج وتعيش حياه ورديه خاليه من المشاكل والضغوطات، فراك حكمتي على داك الزواج بالفشل قبل حتى ما تتزوج، لانه داكشي اللي كتحلم به واللي كتفكر انه راه هو الزواج كاين فقط في الافلام الهنديه والتركيه وبطبيعه الحال في مواقع التواصل الاجتماعي. ونصيحتي الاخيره: ما عمرك تحكم على الزواج بناء على العلاقات المصطنعه واللي كتصور مرارا وتكرارا بعنايه باش تخاد افضل لقطات ويدار لها المونتاج والتعديلات والفلترات باش تبان لك انت بهذيك الورديه اللي كتشوفها. وكما قال مادارو اوتشيها: ويك اب تو رياليتي. والناس اللي عارفين بقيمه هذا الميثاق الغليظ وعارفين بالقداسه ديالو راه عايشين حياه زوجيه سليمه بكل حب، بحلوها وبمرها وبفرحها وبحزنها وبمشاكلها وبضغوطاتها، لانهم عارفين وفاهمين ان العلاقات الحقيقيه ما كتبناش وما كتستمرش بالتصوير وبالدراما. السلام عليكم.